مرحبا، اليوم راح نفصل ونخيط هذه الصدرية. هنا طابقة القماش 4 طبقات، جهتين مغلقة وجهتين مفتوحة. حاشيات القماش راح تكون من الأعلى والأسفل لأن راح نفصل على عرض القماش. وبنات إذا تردون بظهر الصدرية سحاب ففصلوا من هذه الجهة اللي بيها جهتين مغلقة وجهتين مفتوحة حتى تخلون السحاب من الجهتين المفتوحة. أما إذا ما تردون سحاب ففصلوا من الجهة اللي بيها الأربع قطع مغلقة مثل ما راح أفصل أني. طبعا القياسات كلها راح تكون مذكورة على الشاشة. أنا راح أنطيكم ملاحظات على القياسات اللي ممكن تتغير. وهنا قصيت القماش على مود يتعدل وتجي القياسات مضبوطة. عندنا عرض الكتف 19 سنتيم، سووه الأفضل 17 سنتيم لأن الصدرية لازم يكون كتفها صاعد على القميص يطلع شكلها أحلى. قياس حفرة الرقبة، العرض والطول والشكل هذا كله اختياري، تسووها حسب ما تحبون. تردون تطبقون نفس ما أنا طبقت بالشكل اللي سويته، أو تردون تسوون قياسات ثانية، يعني مثلا تصغرون العرض تكبروها بعد أكثر أو تصغروها براحتكم. هنا نزال الصدر 25 والميلان مالت الكتف 2 سنتيم، ما عندنا عليهم أي ملاحظات. هذا القياس اليوم سويته للي قياسهم لارج، يعني أوزانهم 60 65 بهالحدود. وهنا من هذه الزاوية صعدت 4 سنتيم، الأفضل تسووها 3 سنتيم يطلع شكل حفرة القبط أحلى وأيضا أفضل باللبس. يعني بعدين راح أسوي تعديل، أي شي قلتلكم عليه يتعدل أو يكون أفضل بعدين عدلته، بس أنا أبدأ أقولكم من البداية على مود تتجنبون الأخطاء من البداية. خصر هذه الصدرية صاعد شوية، احنا نعرف كل مرة ننزل 40 سنتيم ونحدد محيط الخصر. هنا وبهذا المودين نزلنا فقط 36، وبعدها من محيط الخصر نزلت تقريبا 10 سنتيم حتى أحدد محيط الورك. بهذه الصدرية محتاجين تحديد محيط الورك. طبعا ممكن تخلون قياس الصدرية يكون أكبر إذا زيدتوا بالقياسات. وهذه الصدرية أيضا تلبس قياس سمول لأن بيها قياطين من الظهر، من ننظفهم راح يصير قياسها أصغر. وهسه بنات من منتصف الصدرية راح أحدد تقريبا 12 سنتيم وحددها على طول الصدرية. أول بداية حددتها بنقاط وبعدها راح أسويها تخطيط كامل. وهسه راح أوصل من نقطة محيط الورك بشكل منحني خط لحد النقاط اللي سويتها. طبعا أول بداية أسوي تنقيط، ومن أقتنع بشكله أبدي أخططه بشكل صحيح. لاحظوا هنا أنا قربت لكم الكاميرا على مود تشوفون الشكل أوضح. نسوي تعديلات طالما احنا بعدنا ما واصلين لمرحلة القص، نسوي التعديلات وأي شي ما يعجبنا شكله أو قياسه نعدل عليه قبل ما نوصل لمرحلة القص. هسه من هذه النقطة أيضا راح أطلع للخارج بهذا الشكل. هذه هنا القطع هذه راح تكون هي اللي بيها الكسرات، وهاي الزيادة هي اللي راح تسوي لنا الكسرات. هسه شوفوا مثل ما قلت لكم رسمت الخط اللي اقتنعت بيه ومسحت الخط القديم وبعدها وصلت بين النقاط. ومن الجوانب هذه حركة اختيارية، تردون تسووها أو تردون لا. دخلت تقريبا 7 سنتيم وراح أنتهي بيها بصفر على مود تكون الجوانب بيها ميلان.
وهنا هذه التعديلات اللي قلت لكم عليها. حسيت انه حفرة الأبط صاعدة شوية، فبديت اسوي لها ميلان اكثر، يعني نزلت تقريبا سنتيم واحد، يعني صعدنا من الزاوية 3 سنتيم فقط، مو 4 سنتيم. طبعا جاي امسح الخطوط القديمة على مود يبرز عندكم الشكل. اللي هنا ممكن تكتفون وما تسوولها قصة البرنسيسة، اما اذا تردون تكملون مثل ما راح اسوي اني، راح اسوي بيها قصة البرنسيسة حتى يصير شكلها حلو ومرتب وتطلع مجسمة اكثر على الجسم. حددت تقريبا من منتصف الصدرية تقريبا 12 سنتيم، يعني كملتها للأعلى، ومنها من بعد نزال الكتف حددت تقريبا 14 سنتيم، ووصلت خط منحني لحد النقاط، وهذه النقاط راح أكملها وهي النقاط اللي قبلها. وهسه راح نحدد مكان وقياس البنسات اللي راح تكون بالخصر. طبعا طلعت من المنتصف، يعني من نقطة محيط الخصر اللي سويناها، طلعت من المنتصف للأعلى 10 سنتيم، أما نزلت فراح يكون تقريبا 15 سنتيم. عرض البنسة ممكن تسوونه سنتيم ونص أو سنتيمين أو 3 براحتكم، حسب ما تردون التخصيرة ايش قد تكون مجسمة. أنا سويتها تقريبا سنتيم ونص من كل جانب. هنا شفتها ما مضبوطة، فراح امسحها وراح اعدل قياسها. وهنا هذه ايضا خطوة اختيارية، طلعت تقريبا سنتيم واحد وانتهيت بيه بصفر، يعني ما لها حاجة قوية. والجوانب بما انه احنا سوينا بنسة بمنتصف الخصر فما يحتاج يعني نخصرها اكثر من الجوانب، فتقريبا اخذت سنتيم واحد للخارج وانتهيت بيه بصفر مثل ما شفتوا. طبعا احنا المفروض من الطرف مالت القماش ان نصعد شوية ونسويها بشكل مايل ننتهي بيها بصفر، لكن انا ما راح اسوي هذه الخطوة هسه، بعدين ورا ما اكمل خياطة واحدد الطول المناسب اسوي الميلان مالته وياه. فانتوا اذا تردون تسووها هسه او بعد ما تكملون براحتكم. هذه القطع اللي بقت منا، هذه هنا أنا راح اخذ القطعة المغلقة راح اسويها تغليف لجهة الامام، لان هذه القطع من قستها شفتها ما تكفي، عبالي هذه راح تصير واحدة للامام واحدة للخلف، شفت قياسهم صغير فاني ما اريد اسوي خياطة بيناتهم، فراح اخذ القطعة المغلقة اسوي بها تغليفة الامام، وهذه القطعتين الصغار ما راح استفاد من عندهم. اما اذا تردون تسوون هذا الموديل على شكل فستان، فممكن هذه القطعة اللي زادت من الجوانب تسووها ردانات للفستان. هسه هنا هذا الخط كله راح اقصه من غير تصوير لان ما اقدر اطلع بالتصوير، فهنا قصيته وقصيت حتى هذه اللي من الاعلى. بقت البنسات هذه وقت الخياطة اقصهم، ما راح اقصهم هسه، بعدين وقت الخياطة من اخيط ابدي اخيطهم وياي واشيل الزيادة مالتهم. وبنات حبيباتي فضلا وليس امرا تخلونا اللايك، ولا تنسون تكتبون لنا تعليق حلو محفز حتى يصير عندي دافع انزل لكم بعد فيديوهات احلى واكثر فائدة. بصراحة عندي اكمشة هواي، ناوي انزل لكم موديلات صداري بعد، وناوي انزل لكم قمصان مدرسية، فأريد الدعم من عندكم حتى يصير عندي واحس. وطبعا أنا متأكدة وواثقة انتم ما راح تقصرون وياي مثل كل مرة. وهسه هنا راح افصل جهة الظهر عن جهة الامام، لان راح نسوي تعديل على جهة الامام،
راح أحدد وياكم قياسات حفرة الرقبة. طبعا أنا بالبداية حددت شي، ووقت الخياطة يعني غيرت رأيي، فغيرت شكل حفرة الرقبة. بالبداية طبعا حددت طولها تقريبا 17 سنتيم، وكان شكلها مربع. وطبعا إذا تردوها مربع لازم يكون من الأسفل أقل من الأعلى بسنتيم واحد، على مود يطلع الشكل أرتب. هاي إذا تردون تسوونها بهذا الشكل. ومن الجانب تقريبا أخذت سنتيم واحد وانتهيت بيه بصفر، حتى تطلع مرتبة وقاعدة على الجسم، يصير شكلها أحلى وأرتب. فقلت لكم هذا الشكل اللي كنت أريده، لكن بعدين غيرته. انتو تردون تظلون على هذا الشكل، او تردون تغيرون مثل ما انا راح اغير، او تردون تغيرون لاي شكل ثاني براحتكم. هنا أنا راح ازيد عرض حفرة الرقبة. بالبداية راح ازيد فقط من الامام، لكن وقت الخياطة راح ايضا ازيد على عرض حفرة الرقبة من الخلف. تقريبا صار قياسها بعد التعديل عرضها تقريبا 12 سنتيم، وطولها بشكل مائل. شريط القياس من حطيته بشكل مائل صار طولها تقريبا 20 سنتيم، وسويتها على شكل دائري. هو دائري على يشبه المربع، يعني مو دائري صريح ولا مربع صريح، صار شكلها كلش حلو. هو أقرب للدائري، لكن بنفس الوقت يطي على مربع شوية. ما أعرف شلون يعني راح تحسبوها، بس هو هيك أنا جاي أشوف شكلها. المهم احنا عندنا الكتف أيضا راح نسوي عليه تعديل، راح أرفعه شوية بس بعدين مو هسه، لأن هيك إذا أعوفه راح يطلع الكتف نازل. احنا متفقين إنه الصدرية لازم تكون كتفها صاعد. وهسه قبل ما نغلف حفرة الرقبة راح نثبت الجوانب مالت الصدرية. راح اثبتهم بالبداية من غير ما اقص البنسات. قلت لكم انا ما راح اقص البنسات حاليا، راح اخيط واكمل وبعدها اشيل الزيادة مالت البنسات. اما جهة الظهر فلا، راح اشيل البنسات قبل ما اخيطهم، لان بالظهر اكو مكان للقياطين نسوي ما اعرف شي يسموها هذه الحلقات وبيها قيطان، راح نسوي هذا الشكل. فلازم نشيل الزيادة مال البنسات قبل ما نحط الحلقات مالت القيطان. هنا ثبت الجهة الأولى، والجهة الثانية راح أثبتها بنفس الشكل. وطبعا بعد ما ثبت الجانبين لازم أخيطهم بماكينة الأوفر. بس لا نسيت أول بداية نسوي البنسات ونقص الزيادات، وبعدها نخيطهم بماكينة الأوفر. طبعا هذه القصقصات اللي جاي اسويها جاي احدد بيها بداية البنسة ونهاية البنسة ومنتصف البنسة، على مود تطلع البنستين متساويات بالشكل والقياس مالت الجانبين. وطبعا هذه القردة شي اكيد يعني ما توصل للخياط، على مود ما ينقص وينفتق الخياط. فلاحظوا هنا بعد ما ثبتت القردات من كل مكان صارت عندي قياسات واضحة. راح ابدي اطبق نفس القياس على البنستين على مود يطلعون متساويين.
بنات للي راح يسألوني عن اسم القماش، والله بصراحة ما أعرف اسم القماش. يمكن صار لي 5 6 سنوات استعمل هذا القماش للصداري مال بناتي. كل سنة اشتري نفسه واخيط لهم منه، وكلش حلو ونوعيته زينة وما يخرب بسرعة. هو صح شوية ضخين وحار، لكن نوعيته زينة وواقف. بس بصراحة والله العظيم ما أعرف شنو اسمه، وأنسى أسأل بياع القماش شنو اسم هذا القماش. فأعتذر كلش من عندكم إذا راح تسألون وما راح أقدر أجاوبكم. وهسه بنات هذه جهة الظهر. قلت لكم قبل ما أخلي حلقات القياطين لازم أشيل الزيادة مالت البنسات، حتى الحلقات تصير بطرف القماش من كل الجهات متساوية. لأن إذا خلينا الحلقات قبل ما ناخذ البنسات وبعدها قصينا البنسات راح ينقص هواية من القيطان. فلهذا أنا قصيت وبعدها راح أحدد مكان الحلقات مالت القياطين وأخيطهم، وبعدها أرجع أخلي الجوانب مالت الظهر. وطبعا الجوانب أيضا قاصة زيادة مالت البنسات حتى نرجع نخيط بدون ما نفكر بالبنسات. هنا راح أحدد مكان الحلقات من الجانبين، وبعدها أثبت الحلقات. طبعا أنا جبت قياطين وسويت من عندها حلقات القيطان، وأيضا هو نفس القيطان خليته بالحلقات. انتم إذا تردون من نفس القماش، هو القماش طبعا عريض، ممكن قبل ما تفصلون تاخذون من الطول من الأسفل شوية، يعني تاخذون فد 5 سنتيم تسوون من عندها الحلقات وتسوون من عندها القيطان اللي راح تربطوه من الظهر. بس أنا شفت للسهولة، بس هو أحلى كجمالية لا أسويه من نفس القماش الصدرية يطلع أحلى وأنزك. بس أنا للاستعجال سويته هيج، ما أعرف يمكن بعدين راح أغير القيطان وأسوي من نفس القماش وأخلي بس الحلقات قيطان، ما أدري يمكن نشوف بعدين. طبعا بنات هذا القيطان أو الحلقة سويت طولها تقريبا 5.5 سنتيم أو 5 سنتيم هالحدود. تقصون تقريبا من كل جانب ايش قد تردون حسب القرب والبعد اللي تسوونه بين كل حلقة وحلقة. أنا سويت بين حلقة وحلقة إنج أو إنج ونص تقريبا، ما أعرف شفتوا قدامكم بالتصوير. وسويتهن تقريبا من كل جانب 7 حلقات، لكن بالنهاية الثنين الجوا شلتهم بعد ما خيطت وكملت وثبت القيطان. شفت انه نازلات حيل للأسفل، فشلت 2 وبقوا فقط 5 من هذا الجانب و5 من الجانب الثاني. وهنا خيطت بماكينة الأوفر بعد ما ثبتت الجوانب عليه. واللي راح يسألوني شو اسم ماكينتك، ماكينة الأوفر مالتي براذر وسعرها 155. هذا الحكي قبل 3 أو 4 سنوات اشتريته منزلي مستعمل ومن الشورجة من سوق الهندي الخاص بالمكاين. هذا كل ما يخص ماكينة الأوفر، لأن دائما تجيني أسئلة عنها. وهنا قلت لكم الأكتاف راح أسوي عليهم تعديل، فهنا بديت أخذ من الأكتاف 1 سنتيم من كل جانب وانتهي بيه بصفر، ما انزل بيه كلش للأسفل، لا انتهي بيه بصفر من الأمام ومن الخلف. وهسه راح نبدي نغلف حفرة الرقبة وأيضا حفرات الأبط أو الردن.
هذه القطعة اللي قلت لكم زادت من الجوانب، والقطعة المغلقة مو القطعتين اللي مقصوصات من الوسط، لا القطعة الكبيرة جبتها وخليت عليها جهة الأمام. وهنا مثل ما تشوفون جاي أخطط على قياسات جهة الأمام هذا الشكل، وحددت ايش قد أريد البطانة لحد ما توصل. طبعا أنا خليتها تعبر حفرة الأبط على مود تغلف لي حتى حفرة الردن بهذا الشكل. وهنا من راح أقص راح أخلي بيه شوية زيادة، وبعدين ورا الخياطة أشيل هذه الزيادات اللي تركتهم، تقريبا تركت من كل جهة سنتيم واحد. هذا الطرف راح يتخيط بماكينة الأوفر، وبعدها راح أثبت القطعة بالدنابيس على قطعة الأمام، وأخيطها من كل الجوانب ما عدا من الأسفل وما عدا الأكتاف. أنا راح أثبت الدنابيس فقط على داير حفرة الرقبة. انتي إذا مبتدئة أو ما ضابطة الخياطة تمام وما تقدرين تتحكمين بالقماش، فثبت القطعة من كل الجوانب، داير حفرات الردن وداير حفرة الرقبة، وحتى من المنتصف خلي دنابيس على مود القماش ما يتحرك وما يتعبش أثناء الخياطة. هنا بعد ما كملت الخياطة قصيت هذه حفرة الرقبة لأن كنت مقصتها مثل ما شفتوا، وراح أقص كل هذه الزيادات اللي تركتها من الجوانب، وبعدها راح أسوي قصقصات داير حفرة الرقبة، وأيضا بالدوران مالت الحفرة مالت الأبط على مود القماش ياخذ راحته ويطلع الشكل مرتب. وطبعا القصقصات لازم ما توصل لحد الخيط وتقطعه، لازم ننتبه على هذه الشغلة البسيطة لكن مهمة. وهذا الشكل بعد ما قلبته راح أكويه حتى يطلع شكله النهائي. وطبعا هنا بعد ما كويته شوفوا شكله طلع كلش حلو كلش مرتب وجميل. هسه راح نبدي نشتغل الجوانب. طبعا الجوانب هنا راح اشتغلها وراح اكمل فقط تثبيت الجوانب مع جهة الامام، راح يطلع بيهم خطأ وراح نصلح الخطأ سوا، فانتبهوا على هذه الشغلة. هنا حددت بداية الميلان، وهذه هنا ثبت الدنبوس مثل ما شفتوا، وخليت نبذة الخياطة على رقم 5، وضبيت الميزانية. كل ما تضبون الميزانية أكثر كل ما تصير الكسرات أكثر ناعمة وقريبة من بعض. هنا بعد ما سويت هذه الكسرات راح أبدي أثبتهم على جانب الصدرية هذا الشكل. راح نبدي من بداية الميلان ننتهي بالجوانب. إذا طلع عندنا الكسرات أكثر من القماش فممكن نقرب الكسرات على بعض أثناء الخياطة حتى يصيرون متساويين مع بعض. هسه راح أثبتهم اثنيناتهم جهة اليمين وجهة اليسار. طبعا أني هذه واحدة من الجهات سويتها مثل ما تشوفون يعني كسرات ناعمة بطريقة الكشكشة، والجهة الثانية سويتها من غير تصوير كسرات، لأن شفت هذه الجهة طلع شكلها يعني مو مثل ما توقعته، فقلت يمكن بسبب الكسرات الناعمة خلي أسوي كسرات شوية أكبر.
فسويته كسرات الجانب الثاني، فأيضا طلع نفس العيب. فمن كملت اكتشفت انه الخطأ مو خطأ الخياطة، الخطأ بالتفصيل. فهنا راح اشوفكم شلون او شنو المشكلة وشلون حليتها بعد ما اكمل الخياطة. بنات اني هذا الموديل هاي اول مرة اشتغله، فوارد جدا تطلع اكو اخطاء بالخياطة او بالتفصيل، ممكن نتجنبها اذا كررنا الموديل. وهنا شوفوا البنات بعد ما خيطت الجوانب مال الجهة الأمامية، شوفوا شلون طلع منتفخ، الكسرات شكلها منتفخ وكأنها مكورشة، يعني بيها كرش، يعني الكسرات مو انسيابية، ما نازلة على طول الصدرية هيجي بسلاسة مثل ما جاي نشوف يعني صور الموديل. من نشوفها نشوف الكسرات يعني نازلة، هنا طلعت عندي الكسرات يعني منتفخة، فقلت أكيد أكو عيب بالتفصيل. فجبت هنا جهة الظهر بعدني ما مثبتة عليها جوانبها، وردت أشوف الخلل وين. بديت أسوي كسرات على ميلان هذا الشكل. هنا لازم بعد ما أكمل الكسرات لازم يطلع شكلهم ويا شكل الميلان. احنا وقت التفصيل سوينا الميلان مالت الجوانب على ميلان الخصر، لكن من بدينا نخيط ولمينا بالكسرات طلع الشكل مختلف، لازم يتعدل. فهنا لازم شو نسوي؟ لازم نسوي كسرات على قد الميلان مالت الخصر مالت الصدرية، ونضبطه ونشوف شكله شلون يطلع، ونسوي شكله بعد ما نكسره على شكل الخصر، على مود من نبدي نسوي الكسرات يطلع لنا الكسرات انسيابية ونازلة. فهنا مثل ما شفتوا سويت الكسرات وحطيت الجوانب مالت الصدرية بهذا الشكل، وراح ارسم عليهم نفس ما يطلعون. طبعا هنا جاي اشير لكم ان الصدرية ممكن جوانبها تكون اقصر من المنتصف تقريبا ب5 أو 6 سنتيم، فانتم لازم تحسبون حساب الطول تسوونه اطول من المطلوب ب6 سنتيم، على مود بعدين ما تطلع عندنا الصدرية قصيرة. هنا شوفوا بعد ما سويتها ويا ميلان جوانب الصدرية شوفوا شلون طلع عندنا، طلع عندنا زيادة من الاعلى، شكلها طلع مرتب، فهيجي اكيد هاي الزيادة من نعوفها راح تسوي لنا الشكل يعني منتفخ. فلهذا هذه الزيادة لازم تنشال على مود تطلع شكلها نفس شكل جوانب الصدرية أو مثل ميلان نهاية الخصر مالت الجوانب. أتمنى يعني قدرت أوضح لكم المعلومة، ما أعرف أكيد جاي تفهموني. المهم هنا بعدها راح نشيل الدنابيس، وهذا الشكل راح يطلع مثل المنقط. هنا هاي راح نوصل النقاط ببعضها، وطبعا اللي زايد عن النقاط واللي صاعد عن النقاط راح نقصه، بس ما نقص كل قطعة لوحدها، لا. مثلا انتم قبل لا تغلطون وتخيطون مثل ما اني خيطت تسوون هاي الفقرة وتنتبهون وتشوفون يعني تعدلون عليها، تجيبون واحدة وتعدلون عليها تسوون الكسرات وتضبطوها، وبعدها تجيبون القطع كلهم تحطون عليهم القطعة اللي عدلتوها وتقصوهم كلهم نفس الشكل، وبعدها تجون تخيطوهم. أنا هنا بقت جهة الأمام بدون ما أعدلها، وعدلت فقط جهة الظهر. هنا بعد ما أخيطها وأتأكد إنه ضبطتها وطلع شكلها مرتب، أرجع أسوي نفس التعديل على جهة الأمام بعد ما أفتق الخياط. هسه راح نروح نخيط جهة الظهر ونشوف بعد التعديل راح يتغير الوضع لو راح يبقى نفس الشي. شو تقولون؟ أكيد طبعا راح يتغير الوضع، وأكيد راح يطلع الشكل مثل ما ردناه. هنا سويت كشكشة
مثل ما سويتها بالساعة، خليت الدنبوس بين الدواسة والقاعدة مالتها. وهسه راح اثبتها على جوانب الصدرية. الحمد لله هاي المرة طلعت متساوية، ما بيها لا زيادة ولا نقص، الكسرات طلعت مضبوطة على قد القياس. راح نبدي نربطها من الجانب بهذا الشكل، وراح ننزل على المنتصف بنفس الخياط. وهنا جاي اعدل الكسرات واني اخيط بالمقص على مود يطلع شكلهم مرتب وما ينقلبون ويطلعون للخارج، لان اذا عفناهم القماش راح يعبر الكسرات وراح يطلع شكلهم للخارج، راح يعبرون ويصير شكلهم يعني مو حلو. فجاي اعدل بيهم واساويهم واخيط. خلي خلقكم طويل بهذه الخطوة حتى يطلع الشكل مثل ما تردوه. أتمنى فعلا يعجبكم فيديو اليوم وتستفادون من عنده، وتتجنبون الأخطاء اللي وقعت بيها أني، وتطلعون الموديل من أول مرة كلش حلو ومرتب وما بيه أي أخطاء أو عيوب. الموديل كلش حلو ويستاهل، وممكن ننفذه بأكثر من صورة. ممكن نسوي صدرية، ممكن نسوي ثوب للبيت إذا جبنا قماش يعني خفيف وبارد ممكن نسوي، أو حتى على قماش شتوي بالشتاء. وممكن أصلا نسوي فستان للطلعة إذا جبنا قماش مناسب للفساتين الخروج. وممكن نسوي أيضا فستان مناسبات إذا جبنا له القماش المناسب، يعني الستان أو غيره حسب. لكن لازم تكون اكو شطارة وحرفة بالعمل على مود يطلع الشكل مرتب وحلو. هنا شوفوا مثل ما قلت لكم راح تطلع اكو نقص بالجوانب عن المنتصف تقريبا 4 أو 5 أو 6 سنتيم، فلازم تحسبون حسابكم من البداية. هنا خليت لكم جهة الأمام اللي قبل ما أعدلها، وهذه جهة الظهر بعد ما سويته. لاحظوا الفرق، هنا بعدني ما كاوية القماش وجاي تشوفون شلون الكسرات نازلة ومرتبة وحلوة. وطبعا بعد الكوي راح تكون أرتب وأحلى، بينما جهة الأمام ما يرهم وياها حتى الكوي. هسه بدون تصوير راح أعدل جهة الأمام وأسويها نفس الخلف، وأشوفكم شكل الصدرية النهائي. وهذا صار شكل الصدرية النهائي بعد ما عدلت الجوانب. طبعا فتحت كل الخياط وقصيت الزيادة مثل ما سويت بجهة الخلف أو الظهر، ورجعت عدلتها وخيطتها من جديد وكويتها، وهذا الشكل النهائي. لاحظوا حبيباتي شلون طلع الشكل كلش مرتب وكلش حلو. ولاحظوا حفرة الرقبة، حفرات الردن شلون مرتبة ما عليها أي خياط ظاهري، وكله دفن ومرتب وماكو أحلى من هيك. أتمنى فيديو اليوم عجبكم، أول موديل أتمنى يكون عجبكم. طبعا راح أشوفكم جهة الظهر. جهة الظهر خليت تغليف حفرة الرقبة، طبعا وسعت حفرة الرقبة وغلفتها بشريط التغليف، وأيضا حفرات الأبط أيضا غلفتهم بشريط التغليف. والحلقات الأخيرات قلت لكم آخر حلقتين شلتهم واكتفيت فقط بهذا الشكل لأن كانوا نازلين.